أهلا بيكم يا جماعة. بصوا، كلنا عارفين إن المشين ليرنينج في الغالب محتاج داتا ومعاها الإجابة. يعني إيه؟ يعني صور قطط وكلاب، وكل صورة مكتوب عليها دي قطة ودي كلب. تمام. بس في بقى عالم تاني خالص، عالم غامض شوية، عالم من غير أي إجابات، وهو ده بقى اللي هنستكشفه مع بعض النهاردة. وهنا بقى بيجي السؤال المهم. طب لو أنا ما عنديش الواي دي أصلاً، ما عنديش الليبل، يعني الموديل هيتعلم إزاي؟ إزاي هيطلع بأي حاجة مفيدة من مجرد كوما داتا محدش قال له دي إيه ولا دي إيه؟ هنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا ال unsupervised learning، أو زي ما بنقول التعلم من غير إشراف. يعني إيه؟ يعني كأنك بتسيب الموديل لوحده في أوضة مليانة حاجات وتقول له اتصرف، اكتشف الأنماط بنفسك. طيب، عشان الصورة توضح أكتر خلينا نقارن. في السوبرفايزد ليرنينج الموضوع عامل زي ما يكون معانا مدرس، بندي للموديل أمثلة بالإجابات، بنقول له بص دي صورة قطة ودي صورة كلب، يلا اتعلم. لكن بقى في الانسوبرفايزد ليرنينج مفيش مدرس، احنا بنديله كل الصور دي على بعضها، ومهمته هو انه يكتشف بنفسه مين شبه مين ممكن يتحط في مجموعة مع بعضه. هو اللي عليه يلاقي النظام المستخبي جوه الداتا دي لوحده. الرحلة بتاعتنا النهاردة هتكون متقسمة كالتالي. أول حاجة هنشوف إزاي نتعامل مع العالم ده اللي من غير إجابات. بعد كده هنتعلم فن تجميع الحاجات اللي شكل بعضها. وبعدين إزاي نبسط الخريطة المعقدة بتاعت الداتا. وفي الآخر هنتعلم إزاي نطلع الشخص الغريب وسط الزحمة. وفي نهاية كل ده هيكون معانا صندوق العدة بتاعنا جاهز للشغل. يلا بينا نبدأ رحلتنا. أول محطة، عالم من غير إجابات. المكان ده هو الملعب الأساسي بتاعنا في ال unsupervised learning. خلوا بالكم، الهدف هنا مش إننا نتوقع إجابة صح، لأ خالص. الهدف الحقيقي هو إننا نكتشف الباترنز، العلاقات اللي ممكن تكون مستخبية جوه الداتا ومحدش شايفها. وأول وأشهر تكنيك هنقابله في العالم ده هو الكلاسترنج. الموضوع بسيط قوي. تخيلوا عندنا شوية كور ملونة. الكلاسترنج هو إننا نحط الكورة الحمراء مع بعض، والزرقاء مع بعض، والخضراء مع بعض. بس كده. بنقسم الداتا بتاعتنا لمجموعات، بحيث إن كل حاجة جوه مجموعة تكون شبه اللي معاها وبعيدة كل البعد عن اللي في المجموعات التانية. يعني لو هنتكلم بشكل علمي شوية، الكلاسترنج هو عملية تجميع للداتا بوينتس، بحيث النقط اللي في نفس الجروب أو الكلاستر بتكون قريبة من بعضها قوي، وأبعد ما يكون عن النقط اللي في الكلاسترز التانية. طيب ده نستخدمه في إيه في الحقيقة؟ أشهر مثال هو تقسيم العملاء. نشوف مين العملاء اللي بيشتروا كتير، مين اللي بيشتروا حاجات غالية، مين اللي بيدخلوا يتفرجوا بس، ونقسمهم مجموعات، وكل مجموعة نعمل لها حملة تسويق مخصوصة ليها. طيب نعمل الكلاسترنج ده إزاي؟ أشهر وأبسط أداة في صندوق العدة بتاعنا هي الكي مينز. فكرتها سهلة قوي. أول خطوة ودي أهم خطوة، لازم نقول للموديل إحنا عاوزين كام مجموعة، كام كلاستر. الرقم ده بنسميه كي. بعد ما نحدد الكي وليكن 3 مثلا، الموديل بيعمل إيه؟ بيربط كل نقطة بأقرب مركز ليها، وبعدين يروح محرك المراكز دي عشان تبقى في نص النقط اللي تبعها بالظبط، ويفضل يكرر الموضوع ده، يربط نقط ويحرك مراكز، يربط نقط ويحرك مراكز، لحد ما المراكز دي تستقر في مكانها وما تبقاش بتتحرك. الموضوع سهل وبسيط، بس فيه مشكلة كبيرة. لازم نحدد الكي دي بنفسنا من الأول، ولو اخترناها غلط النتيجة كلها ممكن تطلع مش مظبوطة. طيب لو مش عاوزين نحدد عدد الكلاسترز من الأول نعمل إيه؟ هنا بيجي دور تكنيك تاني اسمه hierarchical clustering. ده بقى بيبني لنا شجرة من الكلاسترز زي اللي باينة قدامنا دي بالظبط، واسمها دندروجرام. والموضوع ده بيتعمل بطريقتين، يا إما نبدأ من تحت لفوق، يعني كل نقطة لوحدها في كلاستر ونبدأ نجمع الأقرب لبعض لحد ما نوصل لكلاستر واحد كبير، أو العكس، نبدأ من فوق لتحت يعني كلهم في كلاستر واحد ونبدأ نقسم ونكسر فيهم. الطريقة دي ممتازة عشان بتورينا هيكل الداتا عامل إزاي، بس بصراحة مش عملية خالص مع الداتا الكبيرة، بطيئة جدا. نيجي بقى لطريقة تالتة ومختلفة خالص، اسمها DBCAN. دي مش بتبص على المراكز والمسافات زي الكي مينز، لأ، دي بتبص على الكثافة. يعني إيه؟ يعني بتشوف فين المناطق الزحمة اللي فيها نقط كتير قريبة من بعض وتقول دي كلاستر، وأي نقطة تلاقيها لوحدها كده في منطقة فاضية تعتبرها نويز أو دوشة ملهاش لازمة. ميزتها الجبارة طبعا إننا مش محتاجين نحدد عدد الكلاسترز، هي بتكتشفهم لوحدها، وكمان بتطلع لنا النويز. بس خلي بالكم، في فخ صغير، هي حساسة جدا لبارامتر اسمه أبس، اللي هو بيحدد يعني إيه نقط قريبة من بعض، ولو اختار بالرقم ده غلط النتائج كلها ممكن تبوظ. آخر حاجة في قصة الكلاسترنج دي هو الفرق بين حاجة اسمها هارد وسوفت كلاسترنج. الكي مينز اللي قلناه من شوية ده اسمه هارد كلاسترنج، يعني القرار بتاعه قاطع، النقطة دي تبع كلاستر رقم 1، خلاص مفيش هزار. أما بقى السوفت كلاسترنج زي اللي بنشوفه في موديل اسمه GMM، ده بقى مرن شوية،
بيقول لك والله النقطة دي احتمال 70% تكون تبع كلاستر A واحتمال 30% تكون تبع كلاستر B. بيدينا احتمالات، وده ممكن يكون مفيد أكتر في بعض الحالات. تمام قوي. كده خلصنا أول جزء. خلينا بقى ننتقل لمشكلة تانية كبيرة بتقابلنا كتير في عالم الانسوبرفايزد ليرنينج. المشكلة دي هي لما يكون عندنا معلومات زيادة عن اللزوم، فيتشرز كتيرة قوي. هنا بقى بنحتاج حل اسمه dimensionality reduction، أو بالعربي تقليل الأبعاد. المشكلة دي ليها اسم تقيل كده ومشهور، لعنة الأبعاد أو the curse of dimensionality. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كل ما عدد الفيتشرز أو الأبعاد بيزيد، الدنيا بتتعقد وبنحتاج داتا أكتر وأكتر بشكل خرافي عشان الموديل يفهم أي حاجة. فالسؤال المنطقي هو لو عندنا 100 فيتشر، هل ال100 دول كلهم مهمين؟ الإجابة في الغالب لا طبعا. طيب والحل إيه؟ أشهر تكنيك هنا هو PCA. PCA ده بيعمل إيه؟ هو بيدور على الاتجاهات اللي فيها أكبر قدر من التنوع والاختلاف في الداتا اللي فيها أكتر معلومات، وبيركز عليها وبيهمش الباقي. كأنه بيعمل ملخص، بيحول ال100 فيتشر مثلا ل5 أو 10 فيتشرز جداد بس بيحتووا على معظم المعلومات المهمة. PCA ده تكنيك خطي أو لينير، وده بيخليه سريع جدا ومفيد قوي في تبسيط الداتا قبل ما نديها لأي موديل تاني. طيب لو الهدف بتاعنا مش تقليل الأبعاد عشان موديل تاني، لو الهدف هو إننا بس نشوف الداتا المعقدة دي بعينينا، نعمل لها visualization في شكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، هنا عندنا أداتين مشهورين قوي، TSNE و UMAP. TSNE ده كان ممتاز في إنه يورينا الكلاسترز الصغيرة عاملة إزاي، بس مشكلته إنه بطيء جدا مع الداتا الكبيرة ومش بيحافظ على الصورة الكبيرة قوي. اليوماب بقى هو البديل الأحدث والأفضل في رأيي، أسرع بكتير وبيحافظ على الهيكل العام للداتا بشكل أحسن. يعني من الآخر لو هتعملوا فيجواليزيشن النهاردة، في أغلب الأوقات يوماب هيكون اختياركم الأفضل. وده بقى بياخدنا للمشكلة الثالثة، ويمكن أكتر واحدة فيهم ممتعة. إزاي نلاقي الإبرة في كوم القش؟ إزاي نلاقي الشخص الغريب وسط الزحمة؟ أو بلغة الداتا، إزاي نكتشف النقط الشاذة والنادرة؟ ده هو مجال الأنومالي ديتكشن. ببساطة شديدة، الأنومالي هي أي داتا بوينت بتتصرف بشكل مختلف تماماً عن بقية الداتا. المثال الكلاسيكي اللي كلنا عارفينه هو عمليات النصب في كروت البنك، الحركة الغريبة اللي فجأة تظهر ومش شبه أي حاجة طبيعية بيعملها صاحب الكارت. واحدة من أذكى الطرق اللي بتعمل كده هي الايزوليشن فورست. فكرتها بجد عبقرية. بدل ما تقعد تحاول تفهم شكل الداتا الطبيعية عامل إزاي، هي بتعمل العكس، بتحاول تعزل كل نقطة لوحدها. والمنطق هنا بيقول إيه؟ بيقول إن النقطة الغريبة الشاذة اللي لوحدها دي هيبقى سهل جدا نعزلها، أسهل بكتير من إننا نحاول نعزل نقطة في وسط الزحمة. فبالتالي النقط اللي بتتعزل بسرعة هي دي الأنوماليز بتاعتنا. عندنا طريقة تانية اسمها One Class SVM. دي نسخة معدلة من ال SVM المعروف. بدل ما بيتعلم يفصل بين مجموعتين، هو بيتعلم حاجة واحدة بس، شكل الداتا الطبيعية عامل إزاي، كأنه بيرسم سور أو حدود حوالين كل ما هو طبيعي، وأي نقطة تيجي بره السور ده على طول بيعتبرها أنومالي. ولو دخلنا بقى عالم الديب ليرنينج، هنلاقي وحش اسمه الأوتو إنكودرز. ده عبارة عن شبكة عصبية بتتعلم تعمل حاجة غريبة، بتتعلم إزاي تضغط الداتا لحجم صغير جدا وبعدين ترجع تفك الضغط ده وترجعها لها لشكلها الأصلي. هي بتتدرب على الداتا العادية والطبيعية بس، فلما تيجي فجأة تدي لها داتا غريبة أنومالي، هي مش هتعرف ترجعها لشكلها الأصلي صح، هيطلع فيه فرق كبير بين الأصل والصورة اللي هي عملتها، زي صورة متصورة وحش. الفرق ده أو الريكونستراكشن ايرور كل ما يكون كبير كل ما نتأكد إن النقطة دي غريبة. الطريقة دي جبارة جدا مع الصور، بس طبعا محتاجة داتا كتير قوي عشان تتدرب صح. ممتاز جدا. كده احنا مرينا على 3 مشاكل أساسية و3 حلول ليهم. دلوقتي جه الوقت نلم كل الأدوات دي ونحطها في صندوق العدة بتاعنا عشان نعرف نستخدم ايه وامتى. خلينا نركز على اكتشاف الشواذ. نستخدم ايه امتى؟ لو الداتا حجمها كبير ومحتاجين حاجة سريعة، يبقى isolation forest هو الحل. لو حاسين ان الانماط معقدة والحدود اللي بتفصل بين الطبيعي والشاذ مش خط مستقيم، يبقى One Class SVM هيكون احسن. اما بقى لو الشغل بتاعنا فيه صور او بيانات متسلسلة، يبقى مفيش اقوى من الاوتو انكودرز، بس بشرط يكون عندنا داتا كتير ندربه عليه. طيب خلينا نلخص الزتونة كلها في كام نقطة سريعة. مفيش ليبلز، يبقى كلاسترنج على طول. الفيتشرز كتير قوي والدنيا معقدة، يبقى dimensionality reduction. بندور على تصرفات غريبة ونادرة، يبقى anomaly detection. وشوية تفاصيل صغيرة بس مهمة. الكي مينز لازم نحدد له الكي. الدي بي سكان بيطلع النويز لوحده. البي سي اي ده بتاع الحاجات الخطية، والتي اس ان اي معمول مخصوص للفيجواليزيشن. وبكده يبقى صندوق العدة بتاعنا جاهز. معانا أدوات نقسم بيها الداتا، وأدوات نبسط بيها الدنيا، وأدوات نطلع بيها الحاجات الغريبة.
السؤال دلوقتي اللي بسيبه لكم هو إيه أكتر مشكلة من دول شايفين إنكم ممكن تحلوها في مشروعكم الجاي؟